حامد بند هما مجموعة ديال الشباب اللي عندهم موهبة، وهما شباب عصاميين تعلموا الموسيقى في المحامد غزلان، ما كانوش في المدرسة، وشاركوا في مجموعة المهرجانات، وكانت عندهم مجموعات مختلفة، وحاولنا نناقشوا معاهم باش نكونوا واحد المجموعة موحدة اللي كتمثل المحامد الغزلان وإقليم زاكورة بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة، لأنه كان سبق لهم شاركوا في مجموعة ديال المهرجانات الدولية في إفريقيا وفي أوروبا. كنا في مالي، بوركينا فاسو، كذلك في بلجيكا، في هولندا. اول مشاركه في واحد مهرجان بهذا الحجم ديال المكار ديال طنطان، دونك اول مشاركه ولكن الشباب شاركوا في مجموعه ديال المهرجانات الدوليه والوطنيه. كنشكروا المؤسسه المكار على الدعوه. ثانيا بداو لنا شي افكار مهمه، خصوصا في البلاصه اللي كاين فيه الخيام الموضوعاتيه، كنفكروا لما لا نديروا واحد الشراكه مع مؤسسه المكار ونديروا واحد الخيمه موضوعاتيه ديال الموروث الثقافي اللامادي ديال الصحراء. حنا كنخدموا هذه واحد المده من 2016 مع واحد البرنامج مع السفاره الامريكيه ديال تثمين الموروث الثقافي اللامادي ديال درعا وحماده درعا، اللي فيه الركبه، فيها حيدوس، وفيه الشمره، وفيها قلال وقنقا. هادو جميع هما الروافد الموجوده في هذه المنطقه، بحكم المحامد هي اخر واحه في واد الدرا، وهي بوابه شماليه للصحراء الكبرى.